مشاهدينا الافاضل، طابت اوقاتكم. نشرة اخبار الفضاء الاريتريه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهل لها باهم وابرز العناوين. تنظيم انشطه حمايه التربه وحفظ المياه في اقليم عنسبه. الاريتريون في ايطاليا يؤكدون تعزيز مساهمتهم في البرامج الوطنيه. نفير تنموي في العنبدة وبولولي بمديرية قلعلو. انفجار في مصنع بجنوب طهران يتسبب في مقتل شخصين. فيتو روسي صيني ضد تمديد آلية المساعدات لروسيا عبر الحدود. الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو يعلن إصابته بفيروس كورونا. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. يشهد إقليم عنسبة تنظيم أنشطة حماية التربة وحفظ المياه بإشراف جبهة التصدي التنموية ومشاركة السكان وأعضاء قوات الدفاع. ويشتمل العمل الجاري في مديريات عيلة برعد وقلب وحمل مالو وكرن على بناء الحواجز المائية والمدرجات. وأوضح المشاركون في النفير أنهم يقومون بأعمال فاعلة لحماية التربة وحفظ المياه وزيادة إنتاجية التربة وإصلاح الأراضي المعرضة للانجراف. وقال مسؤول وحدة حماية التربة والمياه في وزارة الزراعة بإقليم عنسبة سيد كفلاي ولو أن النفير الجاري منذ 5 يونيو ينفذ بفعالية في أدربة وحدش عدي وأيبابة وحمل مالو وجوفا. وأشار إلى بناء الحواجز في الأودية الكبيرة والجيوب الجبلية بسعة حوالي 22 ألف متر مكعب، فضلا عن 62 كيلومتر من المدرجات في مساقط المياه والجبال، وصيانة 18 كيلومتر من الطرق من حدش عدي إلى دنب هبتسين ومن حليب منتل إلى أدربة. وأوضح بأن أنشطة النفير تساهم في حماية السدود من الطمي واستقرار التربة وإعادة الغطاء النباتي، باعتبار أن الأراضي في إقليم عنسبة تكثر فيها المنحدرات الجبلية والتربة المنجرفة. عقد الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية فرع إيطاليا اجتماعه النصف السنوي، كما عقد شباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة فرع روما مؤتمره بالاستعانة بوسائل الاتصال عن بعد. وشارك في الاجتماع النصف السنوي للاتحاد الوطني للمرأة الذي عقد في 5 يوليو سفير إريتريا في إيطاليا السيد فيسهاسيون بيتروس و50 من النساء الممثلات للإريتريات في مدن ميلانو وريسيا وبارما وبولونيا وبيزا وبيستويا وروما ونابولي وباري وتيرامو وبيسكارا وكاتانيا وجينوفا وفرنسي. وقدم في الاجتماع التقرير نصف السنوي، حيث قالت رئيسة الفرع السيدة نيغستي تساغاي في الكلمة التي ألقتها بأن الجزء الأكبر من مهام الأشهر ال5 الماضية تركزت في إنجاح أنشطة لجنة مكافحة كوفيد-19. وقد أنجز الفرع مهامه بنجاح، كما أشارت إلى النتائج الإيجابية لورشة العمل التي نظمت لتقوية الفرع. ووجه السفير فيسهاسيون بيتروس رسالة هامة تساعد في زيادة فعالية برامج الفرع، مشيدا بتفاني العضوات. من ناحية ثانية، عقد تنظيم شباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة فرع روما مؤتمره في 4 يوليو، وقدمت الهيئة الإدارية للتنظيم تقريرا عن المهام المنفذة، كما انتخبت هيئة إدارية جديدة لعامين. يقوم سكان ضاحيتي العنبدة وبولولي بمديرية قلعلو بأنشطة نفير فاعلة لحماية التربة وحفظ المياه منذ شهر مايو، حيث ينشط السكان هذه الأيام في إصلاح الحواجز المائية المنهارة جراء السيول وصيانة قنوات الري. وأشاد مدير مديرية قلعلو سيد محمود إبراهيم بالأنشطة المنفذة، داعيا إلى مواصلة جهود حماية التربة وحفظ المياه لرفع الإنتاج الزراعي. ومن جهتهم أكد السكان جاهزيتهم للعمل على زيادة الإنتاجية، موضحين بأن تحويل سيول وادي الحرقالي بدعم الآليات سيدعم الجهود المبذولة. هذا ويقطن لعنبدة بولولي أكثر من 4000 نسمة، ويزاول سكانها النشاطين الزراعي والرعوي. يقوم سكان عدنابة بمديرية قندع بنفير جماعي لمكافحة تعرية التربة وصيانة الطريق المنجرف. أوضح السكان بأنهم يعانون في الحصول على الخدمات لرداءة الطريق، وقد أسهم العمل الناجح الذي يقومون به في تخفيف المعاناة، مؤكدين استعدادهم لمواصلة الجهود. وذكر مدير الضاحية الثالثة السيد تيدروس ردا عن تنفيذ أعمال جيدة خلال ال3 أشهر الماضية، مما ساهم في حل المشكلات التي كانت تواجه السكان بسبب انجراف الطريق، وخاصة المرضى والحوامل. هذا وتضم الضاحية الثالثة في مدينة قندع أحياء عدنبب وشيخ سعيد وشيخ عمر ودار النعيم ودار السلام ووسط الربيع.
ألغى الإريتريون في الداخل والمهجر مدفوعات إيجارات البيوت عن كاهل مستأجري منازلهم. وأفادت إدارة الإقليم الأوسط بأن مواطنين مقيمين في إيطاليا وألمانيا وكذلك في حي ترافولو بأسمرة ألغوا إيجارات بيوتهم في سنبل وقرجرت وترافولو ودباروا وإسبيس لشهر وشهرين وعام. وفي مديرية مايتماناي ألقى مواطنون من المديرية وكذا المقيمين في بريطانيا وإسرائيل وأمريكا إيجارات شهر وشهرين وثلاثة أشهر. وفي مديرية قدايف أعفى المواطنون من أمريكا وإيطاليا إيجارات شهرين في قحوطة. كما أعفى مواطن من أمريكا إيجارات بيوته في عداق عربي بمديرية أربعة أسمرة لشهرين وفي إمبادرهو ل4 أشهر. كما ألقى مواطن من مديرية بريخ إيجار شهرين عن كاهل مستأجري بيته. وفي ذات السياق ألقى مواطنون من إيطاليا وكندا إيجارات بيوتهم في قجرت ومندفرة لشهر وشهرين وثلاثة أشهر. وأوضحت السفارة الإريترية في بريطانيا وإيرلندا الشمالية عن إلقاء عدد من المواطنين إيجارات بيوتهم في عدخالة وجازاباندا وبراديزو وميتمناي وسنبل بأسمرة. وأسعد كريستيان وعد قعداد بضواحي أسمرة وماي وركي بمدق محري ومندفرة وعدخالة لفترة تتراوح بين شهر و4 أشهر. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا أن انفجارا وقع في مصنع للأكسجين بمدينة باقر الشهر جنوب طهران مما أدى إلى مقتل شخصين. وقالت السلطات أن الانفجار ناجم عن خطأ بشري، وهذا الانفجار هو الحادث الرابع من نوعه الذي يسجل في منشآت صناعية إيرانية خلال أسبوعين، وكان آخرها في مجمع نطنز النووي وسط البلاد. ووقع الانفجار الجديد في مصنع أكسجين في مدينة باقر الشهر التي تبعد نحو 20 كيلومترا جنوب طهران، وأدى إلى اندلاع حريق وفق تصريحات الناطق باسم جهاز الطوارئ الوطني لوكالة الأنباء الفرنسية. وأشار الجهاز إلى سقوط قتيلين و3 جرحى، نقل 2 منهم إلى المستشفى. ووقع الحادث الأخير في 2 يوليو في مجمع نطنز النووي، حيث كانت قد أعلنت السلطات الإيرانية في البداية عن وقوع حادثة قبل أن تشير إلى أنها لن تكشف أسباب الحادث في الحال لاعتبارات أمنية. استخدمت روسيا والصين حقهما في النقض الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار ينص على تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا لمدة عام واحد عبر نقطتي دخول حدوديتين بحسب ما أفاد به دبلوماسيون. وخضع مشروع القرار الذي تقدمت به ألمانيا وبلجيكا العضوان غير الدائمين في المجلس لتصويت خطي. وخلال المفاوضات طالبت روسيا بتمديد آلية المساعدات لمدة 6 أشهر فقط، وبأن يتم إيصالها عبر نقطة حدودية واحدة حصرا في مقابل 2 حاليا وفق ما أوضحه الدبلوماسيون. أما الأعضاء 13 الآخرون في المجلس فصوتوا لصالح النص الألماني البلجيكي حسب المصادر نفسها. وسارعت روسيا بعد صدور نتيجة التصويت إلى اقتراح نصها الخاص الذي يتضمن تمديدا لآلية المساعدات الأممية إلى سوريا ل6 أشهر وعبر معبر واحد على الحدود مع تركيا، وفق ما قاله أحد الدبلوماسيون لوكالة فرانس بريس. أعلن الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو إصابته بفيروس كورونا الذي قلل طويلا من أهميته منذ بدء انتشار الوباء، علما بأن الوباء قد أودى بحياة أكثر من 65 ألف شخص في بلاده. وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من تصريح بولسونارو أنه خضع لفحص للكشف عن الإصابة بالمرض. وقال بولسونارو في مقابلة مع قنوات تلفزة عدة بعدما شعر بارتفاع حرارته الاثنين: تلقيت للتو النتيجة الإيجابية للفحص. وأعلن بولسونارو أنه خضع لفحص شعاعي للرئتين في مستشفى القوات المسلحة. ومنذ بدء انتشار الوباء قلل بولسونارو من شأن المرض، وشارك عدة مرات في مناسبات عامة بدون أن يضع كمامة، منتقدا في الوقت نفسه إجراءات العزل التي فرضتها عدة دول أخرى. والبرازيل هي الدولة الأكثر تضررا بالوباء بعد الولايات المتحدة الأمريكية مع 1.6 مليون إصابة و65,487 حالة وفاة. قال مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي فيل هوغان أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ إجراءات حاسمة ضد الولايات المتحدة الأمريكية إذا لم تبدي رغبة في تسوية خلاف طويل الأمد حول دعم قطاع صناعة الطائرات. وأبلغ المفوض لجنة التجارة بالبرلمان الأوروبي بأن واشنطن رفضت مرتين مقترحات الاتحاد الأوروبي لتسوية النزاع، وأنه يأمل بأن تصدر منظمة التجارة العالمية حكمها في أقرب وقت ممكن في سبتمبر المقبل.
ويأتي إحياء النزاع ما بين بروكسل وواشنطن في الوقت الذي تراجعت فيه سمعة طائرات بوينغ 737 ماكس، فيما لفت قرار منظمة التجارة العالمية في مارس من العام 2019 إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قد منحت إعفاءات ضريبية غير عادلة لشركة بوينغ. وردا على دعم الاتحاد الأوروبي لشركة تصنيع الطائرات ايرباص، توعدت الولايات المتحدة الأمريكية التكتل بفرض عقوبات تجارية بمليارات اليوروهات تطول مجموعة واسعة من المنتجات الأوروبية. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.